السلام عليكم، ازيكم جميعا. يلا فوسفور. هنعمل النهارده سي فود. انا حطيت زبده، حته زبده صغيره، نحط شويه زيت وهنسخنهم. هنحط البصل، هندبله بس. على فكرة طريقة السي فود دي او شوربة السي فود انا بعملها بطريقتي انا، مش بطريقة اي حد. وهي الطريقة دي انا مجرباها من زمان وجميلة جدا وهتعجبكم ان شاء الله. احنا مش هنشوح البصل قوي، ويا دوبك هيغير لونه زي ما احنا شايفين كده. وبعدين هننزل بالصبيط. مجرد ما الصبيط غير لونه هننزل بالجمبري. الجمبري مش بنقشره طالما هنعمل شوربه، عشان هو القشر بتاع الجمبري هو اللي بيعمل الشوربه. ممكن احنا نضيف اي سمك، وممكن نجيب اللي هو السي فود الجاهز اللي هو الكيس ده او الباكت، وممكن نضيفه معاه. بس انا عندي النهارده كاليماري او صبيط، وعندي جمبري، فهو يا دوبك هياخد تشويحه كده. هنزل عليه بالبهارات. دي بقى البهارات، بابريكا وكركم، كمون. دي بهارات بتتباع في السوبر ماركت، تعتبر حاجات من السي فود مشكلة مطحونة ومحطوطة لشوربة السي فود مخصوص. والملح طبعا. هنقلب البهارات معاها يا دوبك تتحمص وريحتها تطلع.
وانا حاطه ميه بتسخن هحط ملح. كده هتاخد غلوتين، بقى عندك اجمل سي فود على طريقتي. وهنحط شويه ليمون، ليمونتين كبار، وهنسيبها تغلي ونرجع لكم تاني. في حاجه بقى انا حطيتها وانتوا مش معايا، نسيتهم خالص، فصين توم مفرومين، مفرومين ناعم طبعا، حطيتهم. وكده هنغرف بقى. وحطيت ورقتين لورا، حطيت فصين توم وورقتين لورا. تاخدي بالك وانتي بتطلعي ما تاخديش ورق اللورا. وكده بقى عندنا اجمل شوربه سي فود ممكن تاكلوها على طريقتي. انا ما بعملهاش على طريقه الشيفات، لان على طريقه الشيفات بتبقى مكلفه، لان بتبقى عايزه تحط لها كريمه لباني. فهو الطريقه دي اوفر واجمل في الاكل. ودي كانت اجمل شوربه سي فود